الدنيا كلها مقلوبة من امبارح على الهرم الغذائي اللي هو كمان اتقلب. الامريكان جايد لاينز بتقول ان الهرم الغذائي بقى ابسايد داون. يعني ايه؟ يعني زمان كان النشويات واخده بارت كبير من الطبق بتاعنا، ربع بس كان البروتين وربع كان او يعني 3/4 كان السلطه، وكمان الهرم نفسه هحطه لكم شكله اتغير تماما. دلوقتي رايح ليه ان البروتينز بقت في القاعده، يعني بقت اكبر كميه تقريبا 1.6 من وزن اي بني ادم ياخد بروتينز. وطبعا ده هيكون في بعض الاماكن قابل للتنفيذ، وفي اماكن تانية هيكون معرفش بقى هيروحوا للبروتين النباتي ولا هيحصل ايه. بس البروتينز دي حاجة مكلفة وانها تبقى اكتر مش عارفة. بس في نفس الوقت البروتينز هي اللي بتبني العضلات وهي اللي بتساعد على زيادة الحرق ومهمة جدا في أكلنا. النشويات هتقل جدا وهتروح للهول جرينز أو الحبوب الكاملة. كمان الألبان ومنتجات الألبان والفاتس الصحية هتكون أكتر الفول فات، وهتكون إن هي بتتاخد بنسب معقولة. الشوجر هيقل قوي، السكر هيقل جدا جدا جدا، لأنه أكيد اكتشفوا إنه السكر بيسبب انفلاميشن وأمراض كتير. في حاجات هتكون قابله للتنفيذ وفي حاجات هنقعد شويه عشان نستوعبها، ودايما اي جديد واي تغيير بيعمل كده اللي هو هنعمل ايه، هناخد منه ايه. بس نصيحتي ناخد المفيد منه ونطنش اللي مش مفيد، علشان كده كده العلم بيتغير. ونصيحتي الاهم اسمعوا جسمكم، اهم بكتير قوي من اي جايد لاينز. هنسمعها وكل حاجه وهنتعلم منها، واحنا كدكاتره هنراجع شغلنا بيها. بس الفكره او اكشلي احنا ما كناش بنستخدمها حرفيا قوي كده، بس يعني قصدي كناس مهتمه بالحياه الصحيه والتغذيه والهيلثي لايف والعموم لازم بيبقى ده مرجع لينا، فاكيد هناخد منه. بس الاكيد انه الاهم دلوقتي نسمع جسمنا. رد فعل جسم كل حد غير التاني، مفيش قاعده عامه لكل الناس. فهو برضو كمان بيقولوا انه من البوينتس الجديده انه البيرسوناليزد دايت هو الاهم، ان كل حد غير التاني. وكمان الكالوري كاونت ما بقاش مهم قوي، الحمد لله انا اوريدي ماشيه كده. ف خلينا نقول let's wait and see.